ازاي الافلام بتصور الفقر بشكل رومانسي والاغنياء هم الناس الاشرار؟ انت مش شايف بيتكلم مين؟ من اول ما اتفرجنا على الافلام الابيض واسود واحنا حافظين القاعده، الفقير يعني طيب ومظلوم وابن ناس، طب والغني مغرور وطماع وماسك سيجار في ايده وقاعد في اوضه النوم ببدله. الله يرحمه صلاح نظمي كان احسن واحد يقوم بالدور ده. هو ده اللي بيحصل فعلا ولا مجرد قصة سهلة بتبيع في الشباك؟ السينما بتقدم الفقير في صورة مثالية خيالية، الشهم أبو الجدعنة اللي فاضله جناح ويطير من كتر الملائكية. الغني في الأفلام هو اللي بيتكلم إنجليزي وبيضحك ضحكة شريرة، يا إما راكب عربية سودة وفارد إيده على كنبة الجلد، واحد بيخون مراته وبيخرب بيت الفقراء وبيشتري الناس بالفلوس. انا مش انسان، انا عزيز. ليه؟ لأننا كمجتمع بنحب نكره اللي فوق ونشوفه دايما متكبر متعالي ومش حاسس بالناس، مع إن الحقيقة في فقير نصاب وفي غني محترم. ليه بقى بنحب الحكايه دي؟ علشان الروايه دي بتطبطب على جرحنا. لو انا فقير والفيلم بيقول لي ان الفقير دايما هو طيب، يبقى انا مش محتاج اتغير، انا كويس كده، بس المجتمع هو اللي ظالم. ولو الغني دايما هو الوحش، يبقى مفيش داعي اشتغل واتعب، لان الفلوس اصلها حرام وبتفسد القلب. الروايه دي بتخلينا نرتاح بدل ما نواجه نفسنا. الخلاصه، الطيبه مش مرتبطه بالمرتب ولا الاخلاق، ليها علاقه بالطبقه الاجتماعيه. في غني عنده رحمه وفي فقير مريض جشع وغل، وفي الاخر الانسان بنيته مش بظروفه. قول لي في الكومنتات ايه اكتر فيلم حسيت انه بيضحك عليك عاطفيا؟ ولو الفيديو ده لمسك ابعته لحد لسه بيصدق ان الثراء بيساوي شر والفقر يعني انسانيه.